من جل بعض اللاعبين واللاعبين هنا حاضرين، ودولبوسكي أيضا حاضرا، من المئات الآلاف قد تتحول إلى عشرات من الملايين من الدولارات. دولبوسكي حاضرا، بويول حاضرا، بيكي يبتسم، شافي الرائع، فيكتور فالديز المرتاح، ولكن الدولي بطل العالم، يعني يكون من ضمن التشكيلة الفائزة في بطولة كأس العالم. بعد ذلك سيرخيو بوسكيتس، دافيد فيا، ومن يكون رئيس لبرشلونة على انه يحضر نفسه لكي يكون كاشف، لكي يكون مستعد للفوز باللقب. يعني السيد ساندرو روسيل هو الاخر، يعني هذا لقب، ولكن برشلونة يبحث عن اللقب. هذا بينتو الحارس الاحتياطي كان متوقع مشاركته، ولكن يعني فضل جوارديولا ان يشرك الحارس الاساسي. ابتسامة عريضة وكبيرة حتى لأدريانو اللاعب الجديد، ولماكسويل ولكيتا ولبيدرو والأنصار في الجو الجميل، الملعب الجميل الحقيقة، الكامبانو اللي يبدو في أفضل حالاته وأجمل أيامه عندما يفوز برشلونة على وجه التحديد، يعني في مباراة يلعبها على أرضه ما بين جماهيره يتوج فيها بطلا. أكيد الابتسامة تكون عريضة، أول ابتسامة عريضة لرئيس جديد السيد ساندرو روسيل بسن 46 سنة، الرئيس الجديد مع اللاعب الجديد طبعا أدريانو، مع اللاعب الجديد دافيد فيا، مع برشلونة في الموسم الجديد بكأس السوبر الأسبانية. الكأس تظل في الكامبانو إلى الرئيس أولا، وإلى حامل الألقاب، وإلى حامل الدروع، وإلى حامل كأس العالم، وإلى حامل كأس الأمم الأوروبية، وإلى حامل دوري الأبطال، وإلى حامل البرشا الذي يفوز وقائده بويول باللقب التاسع المرة الأولى في 83. هذا هو رقم قياسي على المستوى الأسباني. المرة الثانية 91، 92، 94، 96، 2005، 2006، 2009. إذا اللقب التاسع لبرشلونة. كأس السوبر الأسبانية، ريال مدريد 7 ألقاب، ديبورتيفو لا كورونيا 3، اشبيليا يظل لقب 1 2007، اتلتيكو مدريد لقب، فالنسيا لقب، ساراغوسا لقب، مايوركا اللقب، والآن البطولة رقم 25 كأس السوبر الأسبانية لمن يستحقها، لمن سجل 4 أهداف في مباراة الإياب، وهنا حارس المرمى فيكتور فالديز مرة أخرى. والكأس تظل في برشلونة، والاحتفالات تظل في برشلونة في البطولة الجديدة التي بدأت في عام 1982، لم تقم في 84 و 89، والآن برشلونة بطلا لهذه البطولة. فليعي الآخرين كل الآخرين اللي يتابعون من الريال، الجار الريال، من الكبار في أوروبا، بأن شافي ورفاقه عائدين مرة أخرى إلى الألقاب، إلى برشلونة الذي يضيف لقب آخر إلى ألقابه وإلى خزائن الممتلئة بالألقاب، بال20 ليغا وب25 كأس رقم قياسي، وب9 ألقاب السوبر الأسباني الرقم قياسي آخر. وبالتالي الآن الاحتفالات للصغار للكبار للصغير حتى بوجن 19 سنة في الكامبانو، من الكامبانو إلى مختلف الساحات في مدينة برشلونة التي تحتفل الليلة بالفوز بكأس السوبر الأسبانية في هذه الأمسية على حساب أشبيليا. أحبتنا الكرام مشاهدي الجزيرة الرياضية في كل مكان، برشلونة بطلا لكأس السوبر الأسبانية. والكلمة مرة أخرى إلى الزميل المبتسم من البداية وإلى النهاية.